السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي سنة أولى إعدادي. النهاردة جينا بالدرس الثاني اللي بعنوان عصر الدولة الوسطى. النهاردة يا مستر درس في غاية الروعة اسمه عصر الرخاء الاقتصادي. وطبعا أنت وهي لو نسيت تعمل اشتراك للقناة اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وشيره لاصحابك كل اللي انت بتحبهم علشان يستفادوا من الشرح دوت. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا في عصر الدوله الوسطى. طبعا احنا بنشتغل من كتاب الامتحان، لو الطلاب معاه كتاب الامتحان يعني اغلبكم معاه. قال لي يا مستر عصر الرخاء الاقتصادي، زي ما عرفنا في الدرس اللي فات ان احنا نعرف العصر دوت وايه الخصائص بتاعته ومين هم الملوك بتوعه، وكمان يا مستر نعرف اعمالهم واسباب سقوط عصر الدوله الوسطى وعلاقه الدوله الوسطى بقاره افريقيا كانت عامله ازاي. يلا بينا. قال لي يا مستر عرفنا في الدرس السابق عصر الدوله القديمه احد من عصور الدوله التاريخيه وامتاز بالعديد من الانجازات، ولكنه في اخر الاسره السادسه سقطت وضعفت الدولة الوسطى، ودخلنا في عصر اضمحلال اللي كان من الأسرة السابعة لحد الأسرة العاشرة، وهتيجي الأسرة ال11 بقى ترجع مصر عصر دولة قوية من تاني. طب تعالى نشوف. قال لي يا مستر عصر الرخاء الاقتصادي اللي هو عصر الدولة الوسطى. اسمع يا علاء بص كده. قال لي يا مستر يشمل الأسرتين ال11 وال12، أسرتين، أسرة حاكمة يعني. طب يا مستر قال لي اهم خصائص عصر الدوله الوسطى. لا ستوب، استنى دول 7 يا مستر. يا نهار ابيض 7 خصائص. ايوه تعال اقول لك يا بص كده هناخدهم. هنبدا بالخصائص اللي من تحت الاول من الاخر. قال لي بص كده هم 7، احنا هناخد الخاصيه رقم 7 5 نخليها دي 1 2 3. مش فاهم يعني ايه؟ يعني الثلاث خصائص دول سهلين فنقولهم بسرعه وتبقى فهمتهم. بص كده. اول حاجه او الاهتمام بالتعدين، 2 زياده النشاط التجاري، 3 الاهتمام بالمشروعات الزراعيه. واحده يبقى انا عندي هم 7 يا مستر. اخدنا ال3 اللي في الاخر بدانا بيهم. اول حاجه الاهتمام بالتعدين والاهتمام بالتجاره والاهتمام بالزراعه. طب يعني ايه؟ ما فهمتش حاجه يا مستر، فهمني يعني اهتموا بالتعليم ازاي؟ قلت له تعالى اقول لك. بص الاهتمام بالتعليم من خلال الاستغلال الواسع للمحاجر والمناجم. وتفتكر قلت لك محاجر مكان بيجيب منه الحجاره والرخام اللي بنعمل منها التماثيل وبنعمل منها الاهرامات والمعابد، والمناجم اللي بنطلع منها المعادن. طيب زياده النشاط التجاري هنبيع ونشتري مع مين؟ مع جيراننا، مع الدول المجاوره. زي مين؟ زي بلاد فينيقيا وبلاد بونت. بلاد بونت ديت اللي هي الصومال دلوقتي حاليا. اما بلاد فينيقيا دول اللي هي فلسطين، سوريا، الاردن، لبنان. كل دول اسمهم بلاد فينيقيا او بلاد الشام حاليا. دي تاني حاجه عملناها. تالت حاجه اهتموا بالزراعه. قلت له خد يا انتوا اهتميتوا بالزراعه ازاي؟ قال لي يا مستر ثانيه واحده. بص توسيع مساحات الاراضي الزراعيه، يعني بقينا نزرع اراضي اكتر، وكمان اقامه السدود لتخزين الميه. ايه السدود دي؟ زي السد العالي يا ولا، اللي هو مكان زي خزان، يعني خزان بنخزن فيه الميه. بس خد بالك هنا مش بنخزن فيه الميه وبس. بص كده إقامة السدود لتخزين مياه الفيضان للاستفادة منها في أوقات الجفاف، الوقت لما ما بينزلش فيه مية ولا أمطار والنيل يقل بنستفاد من المية اللي في السدود اللي مخزنينها. طب زي الفل. دول ال3. تعال نشوف ال4 اللي فوق. قال لي يا مستر أول حاجة تأمين الحدود، تاني حاجة استقرار الحكم وزيادة قوى السلطة المركزية، تالت حاجة النشاط المعماري، رابع حاجة إصدار الأدب. يبقى أنا عندي هم 7. بدأنا بال3 اللي تحت ودول ال4 اللي فوق. طيب قال لي تأمين الحدود يعني بنأمن حدود بلدنا ازاي؟ اللي هي أول بلدنا دي بنأمنها ازاي؟ قال لي يا مستر توسيع حدود مصر الجنوبية، نهتم بحدود الجنوبية جدا لأن كان بيجي لنا منها حملات عسكرية، وبناء الحصون. هو ايه الحصون دي؟ قلت لك ده مبنى عسكري بندافع منه من أي حد يجي يهجم علينا. طب بما تفسر بنيت الحصون ليه؟ لتأمين حدود مصر الشرقية والجنوبية. لتأمين حدود مصر الشرقية والجنوبية. طب زي الفل. يبقى يا مستر أول حاجة تأمين الحدود من خلال توسيع حدود مصر الجنوبية وبناء الحصون. طب بنبني الحصون ليه؟ لماذا؟ بما تفسر لتأمين حدود مصر الشرقية والجنوبية. طب حلو. استقرار الحكم
فاكر في عصر الضعف كان الملك ضعيف، لا في العصر ده بقى لما رجع القوه من تاني بقى الحكم مستقر، وازدياد قوه السلطه المركزيه بقت قويه من تاني، والتنظيم الاداري الجيد وكمان البلد رجعنا نظمناها وبقت 100 100 في الاسره 11 وال 12. طب حلو. النشاط المعماري بنينا ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بنيناها كتير في عصر الدوله الوسطى؟ قال لي الذي ظهر في بناء المقابر والمعابد. اللي ظهر في بناء المقابر والمعابد زي الفل. ازدهار الادب والفنون، والسؤال ده بيجي ازدهار الادب والفنون ازاي يعني؟ قال لي بص، بسبب زياده الانتاج الادبي والتقدم في الفنون زي فن الرسم وفن النحت. تاني يا مستر، ازدهار الادب والفنون بسبب زياده الانتاج الادبي والتقدم في الفنون في زي فن الرسم وفن النحت. دول كده 7. تعال نعملهم لوحدهم بقى بالشكل اللي انا قايل لك عليه دوت. تعال هنا مثلا يا مستر، احنا بدأنا سبع خصائص لعصر الدولة الوسطى. بدأنا بالثلاثة اللي تحت. أولا التعدين، تاني حاجة التجارة، تالت حاجة الزراعة. دول الثلاثة اللي بدأنا بيهم من تحت من الآخر. الأربعة اللي فوق بقى الاستقرار. طيب 5 الحكم، او اللي هو ايه الاستقرار في الحكم. طب حلو. 6 يا مستر، قال لي والله فن العمارة او ازدهار العمارة اللي ظهرت في المقابر والمعابد. 7 ازدهار الادب او الاداب. دول ال7 خصائص بتوع عصر الدولة الوسطى. التعدين ان احنا استخرجنا المعادن والمحاجر. التجاره ان احنا تاجرنا مع الدول المجاوره زي بلاد بونت وفينيقيا. الزراعه زرعنا اراضي كتير وبنينا سدود لتخزين الميه وقت الجفاف. الاستقرار ان احنا امنا حدودنا الجنوبيه وبنينا الحصون. طب حلو قوي. قال لي يا مستر الحكم والاداره ان الحكم رجع قوي من تاني اللي بيحكم البلاد. فن العماره وده ظهر في المقابر والمعابد. وكمان ازدهار الادب، وده يا مستر ان الادب ازدهر بسبب الانتاج الادبي الضخم. يلا بينا نخش نشوف الملوك بتوع عصر الدولة الوسطى يا مستر. قال لي واحد اسمه الملك منتو حتب. انا بدلعه بقول له الملك مولتو. الملك مولتو راح، الملك مولتو جه، بدلعه اسمه ايه؟ الملك مولتو. بس اوعى تقول لي مولتو، اسمه منتو حتب. حلو قوي. منتو حتب الثاني. والملك امنمحات الاول اسمه ايه؟ امنمحات الاول. والملك اسمه سناسرت الثالث. سناسرت الثالث. والملك امنمحات الثالث. والملكه سوبك نفرو. طب حلو ده. ايه ده ظهر ملكه واحده ست. ايوه يا ابني في ايه؟ طيب قال لي يلا بينا يا مستر نشوف الملوك ديت وايه الاعمال بتاعتها. الملك منتحتب الثاني دوت يا مستر اول حاكم في طيبه. طيبه دي اللي هي الاقصر حاليا، اللي هي محافظه الاقصر. اول حاكم في طيبه بعد عصر الدوله القديمه اللي هو كان عصر الاضمحلال في اخر الاسره السته. قال لي يا مستر اول ملك في طيبه بعد عصر الدوله القديمه يسيطر على الوجه البحري اللي هي مملكه الشمال والوجه القبلي اللي هي مملكه الجنوب، حيث نجح في الانتصار على ملوك اهاناسيا. ملوك اهاناسيا دول كانوا في الاسره العاشره في عصر الضعف. نجح ان هو سيطر عليهم ومسك الحكم هو، وبدا الاسره الجديده الاسره ال11 وهو ملوك الوجه البحري. طب جميل. تاني حاجه من اعمال الملك منتحتب الثاني ان هو يا مستر اعاد السلطه المركزيه القويه واصلح النظام الاداري. احنا قلنا السلطه المركزيه عن الملك واللي بيحكموا معاه كانوا ضعفاء في عصر الضعف. في عصر الدوله الوسطى الملك منتحتب الثاني اعاد السلطه المركزيه القويه واصلح النظام الاداري في الدوله، ونجح في ان يحد من نفوس حكام الاقاليم. حكام الاقاليم اللي كانوا الملك لما يبقى ضعيف هم يسيطروا. طب دلوقتي الملك قوي فهو مسيطر عليهم. طب حلو. قال لي يا مستر الحاجتين دول بيخلونا نقول ان فتره منتحتب الثاني دي بدايه لمجد الاسره ال11. بما تفسر فترة الملك منتحتب الثاني بداية المجد الأسرة 11. هقول له لأنه كان أول ملك في طيبة قدر يسيطر على الوجه البحري والقبلي ويهزم ملوك أهاناسيا. تاني حاجة أعاد السلطة المركزية القوية وأصلح النظام الإداري. طيب ثالث أعماله طبعا الطلاب اللي عندي عارفين بيجمل طيبة. مستر بيجمل لها يعني بيحط لها مكياج يعني؟ لا 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 لا، بيجملها يعني بيبني فيها معابد كتير. تجميل طيبة
طب حلو. رابع حاجه التوسع نحو الجنوب. يعني ايه التوسع نحو الجنوب؟ يعني بياخد قوات يروح في جنوب مصر ناحيه السودان، يتوسع هناك ويسيطر على الاراضي اللي هناك عشان ما حدش يجي لنا من هناك يهاجم علينا. طب حلو. اخر حاجه ارسل بعثه تجاريه الى بلاد بونت اللي انا قلت لك اللي هي الصومال حاليا عبر الصحراء. يبقى الملك منتحتب الثاني يا مستر عمل 5 حاجات. حكم، كان اول حاكم في طيبه يسيطر على الوجه البحري والوجه القبلي بعد الدوله القديمه، وقدر يهزم ملوك اناسيا ويمسك البلد. 2 اعاد السلطه المركزيه من تاني والاداره في البلاد. 3 جمل طيبه، اعاد بتجميل طيبه. ايه تجميل طيبه يا مستر؟ تجميل طيبه. 4 توسع نحو الجنوب. 5 عمل بعثات تجاريه، بعثه تجاريه، رحله تجاريه الى بلاد بونت عبر الصحراء. عبر ايه؟ عبر الصحراء. زي الفل. ده الملك منتحتب الثاني من ملوك الاسره ال11، اوعى تنسى. طب زي الفل. يلا بينا يا مستر نخش على الملك منمحات الاول. ايه ده؟ مين منمحات الاول ده؟ مؤسس الاسره ال12. مؤسس الاسره ال12 في ايه؟ ماله ده؟ قال لي يا مستر بعد الملك منتحتب الثاني اصبحت مصر اكثر رخاء واستقرارا، واصبحت مصر في عهد الملك منمحات الاول ده قويه تتميز بالاستقرار والتقدم. طب ايه اعمالك يا عم منمحات؟ تعالى لي انت. وعامل كده ليه؟ استنى كده. ده شبه جدي الله يرحمه. ده جدي منمحات الاول، ده جدي. ازيك يا جدي؟ طيب ماشي. قال لي يا مستر اعمله ايه؟ نقل العاصمه. اول ما جه كانت العاصمه في طيبه، قال لك لا 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 بلا طيبه بلا بتاع، انا هنقل العاصمه في مكان اسمه اسيتاو. يا عم اسيتاو مين؟ هو يعني ايه اسيتاو؟ يعني القابض على الارضين. بص كده. قال لي يا مستر نقل العاصمه من طيبه الى اسيتاو. فرحت قلنا له يا كينج يا كينج لو سمحت يا كينج، انت نقلت العاصمه على طيبه ليه؟ قال لي ثانيه واحده كده. حتى تكون في مكان وسط بين الارضين عشان اقدر اسيطر على الشمال والجنوب. ماشي يا كينج شكرا. بص كده. قال لي يا مستر نقل العاصمه من طيبه لاسيتاو لتكون موقع متوسط بين الوجهين البحري والقبلي حتى يسيطر على كل انحاء البلاد. يبقى يا عم منمحات الاول انت نقلت العاصمه من طيبه لاسيتاو ليه؟ قال لي لتكون في موقع متوسط بين الوجهين البحري والقبلي حتى يسيطر على كل انحاء البلاد. طب حلو قوي. تاني حاجه عملها اخضع حكام الاقاليم. يعني ايه اخضع حكام الاقاليم؟ يعني حكام الاقاليم اللي كانوا بيسيطروا على البلد والملك ضعيف جالهم ملك قوي فاخضعهم، سيطر عليهم، اداهم بالجزم، اسمعوا كلامه زي الكلاب. طب حلو. اخضع حكام الاقاليم لسيطرته بمنحهم القاب رفيعه وتقربهم منه. رنهم علقه عشان يسمعوا كلام، وبعد كده انتوا حبايبي انتوا صحابي، وكمان يا عم خد انت نجم الجيل كله، وانت باشا البلد، وانت باشا مصر، بس تسمع كلامي ولا اوعى تفكر تمسك البلد مكاني احط عليك. طب ماشي حلو حلو حلو. تاني حاجه اخضع حكام الاقاليم لسيطرته بمنحهم القاب رفيعه وتقريبهم منه. تالت حاجه قام بطرد القبائل الاسيويه اللي دخلت مصر عن طريق الشرق. في عصر الدوله القديمه الدرس اللي فات لما البلد ضعفت في قبائل دخلت سيطرت على اراضي في شمال مصر، دخلوا من ناحيه الشرق. الملك النمحات الاول لما جه طردهم من مصر ورجعوا لاسيا تاني، واقام سلسله من الحصون. قلنا حصن ده يعني مبنى حربي بيحمينا من الاعداء على الحدود الغربيه للدلتا. انا عندي خريطه مصر اهي. قال لي يا مستر الدلتا اهي، ادي دي الدلتا اللي هي 7، الحدود الغربيه من الدلتا. عمل حصون. قلت له ابن محاتي اول انت عملت حصون ليه على غرب الدلتا؟ قال لي يا مستر لحمايه مصر من الغارات الليبيه. واحنا قلنا كلمه غارات يعني هجمات. عملت حصن عشان نحمي البلد من الغارات الليبيه، الهجمات الليبيه. زي الفل. اخر حاجه وصل حدود مصر الجنوبيه فعادوا الى الجندل الثاني. لو تفتكر من الدرس الاول قلنا كلمه الجندل دي يعني الميه اللي في وسط الصخور اللي في وسط الميه. بص كده لو قلنا ده مثلا نهر النيل اهو، فبيبقى في صخور في وسط النهر كده بتخلي ايه الميه تتعطل، وبتظهر جدا عندنا ايه في اسوان مثلا.
صخور جوه النهر. طب حلو يا مستر. قال لي يبقى الملك ابن محات الاول، ايه الاعمال بتاعته؟ تعالى نقولهم مع بعض كده. التكرار بيفيد الشطار مش الحمار، انت مش حمار انت وهي، ها شطار. طيب قال لي يا مستر اول حاجه الملك ابن محات الاول نقل العاصمه من طيبه الى ستاو. تاني حاجه يا مستر قدر يغضي حكام الاقاليم تحت سيطرته واعطاهم القاب جميله، القاب حلوه. تالت حاجه طرد القبائل الاسيويه اللي دخلت عن طريق الشرق. رابع حاجه عمل حصون من جهه الغرب، غرب الدلتا، ليه؟ لحمايه مصر من الغارات الليبيه. اخر حاجه وصلت حدود الدوله المصريه الى الجندل الثاني. يلا بينا نخش على الملك سنوسرت الثالث. قال يا مستر انا الملك سنوسرت الثالث عملت حاجتين. امنت حدود مصر الشماليه والجنوبيه، ده اول حاجه. تاني حاجه امنت حدود مصر الجنوبيه تحديدا، وعملت قلاع هناك زي حصني قمنه وسمنه او سمنه وقمنه. طب حلو قوي ده يا مستر. قال لي تعال نشوف الكلام ده اهو. حيث اقام الملك سنوسرت الثالث بتامين حدود مصر الشماليه والجنوبيه. طب ليه؟ والدفاع عنها، فكانت من اعظم الملوك اللي قاموا بتامين الحدود. تاني حاجه اهتم بالحدود الجنوبيه تحديدا. ايه ده؟ حدود جنوبيه؟ ما هو فوق اهوت حدود جنوبيه. قال لي لا يا مستر، ده الحدود الجنوبيه تحديدا عشان عمل عندها حصون زي حصني سمنه وكمنه. سمنه وكمنه ده قلنا الحصن مبنى حربي بيحمينا من اي اعداء يجوا يهجموا علينا. طب حلو قوي. قال لي يا مستر عندنا الجندل الثاني. بص بقى الملك ده قال لك ايه؟ كتب عن الجندل الثاني اللي مش هيحافظ على، من الاخر كده، اللي مش هيحافظ على الحدود ديت لا ابن ولا اعرفه. هو الملك قال كده يا مستر؟ تعالى اوريك. بص كده، بص بص بص. كتب عن الجندل الثاني انه بريء من ابن ياتي من بعده لا يحافظ على الحدود دي. انا بريء منك يا ابني لو ما حافظتش على الحدود اللي انا عاملها دي. طب حلو قوي. قال لي يا مستر امر بحفر قناه سيزوستريس. سيزوستريس ديت هي مش زي نهر، مش زي قناه السويس، لا ده كانت بتوصل من البحر الاحمر لنهر النيل ثم البحر المتوسط، فسميناها قناه سيزوستريس يا كينج. انت عملت القناه دي ليه؟ انت حفرتها ليه؟ قال لي بص يا مستر لتصل بين البحر الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. وايه بقى ليه؟ عشان تخلي التجاره في بلدنا تزدهر ويعمل تجاره مع الدول المجاوره. تعال نشوف الكلام ده. بص ده مكان القناه اهو. المفروض القناه السويس بتاعتنا بتوصل من البحر الاحمر للبحر المتوسط. قال لك لا ده كانوا عاملينها منين؟ من البحر الاحمر لنهر النيل، وبعد كده تمشي في نهر النيل لحد ما توصل للمتوسط. مستر عمل القناه دي ليه؟ بص كده السؤال هنا اهو. بما تفسر. امر بحفر قناه مائيه عرفت بسيزوستريس. فقلت له ليه؟ لتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. دي كده نص الاجابه. بص كمل الاجابه. هيقول لي يا مستر وادى ذلك الى زياده حركه التجاره بين مصر وجيرانها. كل دي اجابه بما تفسر بس. طب واحد تاني هيقول لي ما النتائج المترتبه على حفر قناه سيزوستريس؟ مستر احنا استفدنا ايه يعني لما حفرنا قناه سيزوستريس؟ اقول له تعالى بص. ما النتائج المترتبه على حفر قناه سيزوستريس؟ هتكتب الاجابه دي بس. ادى ذلك الى زياده حركه التجاره بين مصر وجيرانها. يعني ايه زياده حركه التجاره؟ يعني لما حفرنا قناه سيزوستريس دي بقينا نقدر يبقى فيه تجاره اكتر مع الدول المجاوره اللي معانا. كده قناه سيزوستريس. بعد كده يا مستر هنخش على الملك ابن محات الثالث. ايه ده؟ مش كان عندنا من محات الاول؟ احنا ما خلصنا من محات الاول، يجي لنا من محات الثالث يا مستر. يا دي اسمع بس، ده ملوك عظماء بتوع مصر القديمه بتوع الفراعنه. تعال نشوفهم. الملك ابن محات الثالث قال لي يا مستر انتزع عهده بالسلام، كانش في حروب. الراجل ده كان مسالم، بس مسالم قوي مش مسالم بياخد على قفاه يعني. قال لي يا مستر والتنميه الاقتصاديه، ما اصلا عصر الدوله الوسطى اسمه عصر الرخاء الاقتصادي. طب تعالى يا عم ابن محات يا تالت، انت عملت ايه؟ اول حاجه بعت 24 بعثه. بعتها فين؟ لسيناء، شبه جزيره سيناء. قلنا له يا كينج انت بعت لهم ليه؟ قال لي بص ارسل نحو 24 بعثه لاستخراج المعادن وقطع الاحجار في شبه جزيره سيناء. قلت له حلو ده. واهتم بشؤون الري. ادي 1 2. تعالى يا كينج بقى انت عملت ايه بشؤون الري؟ قال لي بص انا عملت سد اسمه سد اللاهون. عارف مكانه فين؟ عند بحيره موريس. بحيره موريس؟ انت بتقول يا مستر بحيره موريس فين؟ اللي هي فين دي؟ قال لي والله في الفيوم. لا انا عارف الفيوم. هي بحيره موريس في الفيوم. اسمها ايه دلوقتي؟ اسمها بحيره قارون. بص كده. قال لي يا مستر اهتم بشؤون الري والزراعه. اول حاجه
أقام سدا عظيما اسمه سد اللاهون. فين ده؟ عند مدخل بحيرة موريس اللي هي بحيرة قارون حاليا اللي في الفيوم. قلنا له انت عملت السد ده ليه؟ بص، لتخزين مية الفيضان، وذلك بهدف بص حماية البلاد من المجاعة التي قد تصيبها نتيجة انخفاض منسوب المية في النيل. يعني ايه؟ يعني الاوقات النيل كان بيبقى فيه مية كتير واوقات ما بيبقاش فيه مية كتير، فهو عمل خزان، عمل سد اسمه سد اللاهون عشان يخزن المية لما المية تبقى كتير، ولما يحصل مجاعة لما يبقاش فيه مية نطلع المية اللي في الخزان ونحمي مصر من خطر المجاعة. يبقى مستر لحماية مصر من خطر المجاعة التي تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل. طيب تاني حاجة في الزراعة عملها ان هو توسع في المساحات الاراضي الزراعيه، بدا يزرع اراضي زراعيه اكتر، بدل ما كان عنده 10 فدان 100 فدان زرعناهم. حلو. واقام مقاييس على النيل عند الجندل الثاني. مستر هو ايه المقياس اللي على النيل ده؟ ايه المقاييس اللي على النيل ده؟ قال لي بص، مقاييس على النيل يعني اوضه كده جواها عمود في النص والميه بتخش من هنا، لو الميه ملت لحد هنا مثلا يبقى كده الميه جايه مش كتير السنه دي. طب لو لحد هنا والله برضك شويه، طب مالت مقياس النيل يبقى كده الميه كتير السنه دي. فقال لي يا مستر لمراقبه منسوب مياه النيل، لمراقبه منسوب مياه النيل، يبقى اقام مقاييس للجندل الاول عند الجندل الثاني. ليه؟ لمراقبه منسوب مياه النيل. يبقى تيجي كام؟ بص نشوف الملك ابن محات الثالث عمل ايه يا مستر. الملك ابن محات الثالث عمل ثلاث حاجات، حاجتين، ارسل 24 بعثه لاستخراج المعادن وقطع الاحجار ويهتم بالري والزراعه. عمل ايه؟ عمل حاجتين، سد اللاهون ومقاييس على النيل. سد اللاهون وعرفنا عمله ليه، ومقاييس على النيل لمراقبه مياه النيل. سوبك نفرو، انا بقى الملك يا سوبك نفرو يا مستر، اوعى بقى سوبك نفرو يا مستر. في ايه؟ شفت الستات بتعرف تمسك الحكم ازاي؟ قلت لها خدي تعالى يا سوبك نفرو، ده انت مسكت الحكم 4 سنين بس، في ايه؟ انت هتعمل لنا فيها سوبك نفرو؟ ممكن اسالك سؤال؟ قالت لي اسال يا مستر. هو انت اسمك سوبك نفرو، جبت الاسم ده منين؟ قالت لي لا يا مستر استنى، ده انا الاسم دوت على اسم الاله سوبك اللي بيدل على قوه حاكم مصر. حاسب يا مستر حاسب. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انا اللي مسكت الحكم 4 سنين. عارف عملت ايه؟ كملت الهرم بتاع ابويا اللي اسمه منمحات الثالث اللي لسه مخلصينه ده، بس انا مسكت الحكم بعد منمحات الرابع، وكملت استكملت بناء هرم والدي اللي كان في هوارة. طبعا هسكت، عملت هرم لنفسي اللي هو في دهشور. تعال نشوف كده. قال لي الملكه سوبك نفرو اخر ملوك الاسره ال 12. ما انا قلت لك عند عصر الدوله الوسطى اسرتين 11 و12. قال لي يا مستر هي ابنه الملك ابن محات الثالث اللي لسه مخلصينه ده، ومسكت الحكم بعد ابن محات الرابع. طيب استمرت حكمها حوالي 4 سنوات، وكانت اول حاكمه تسمي باسم الاله سوبك. طب ليه ده؟ سميتي نفسك؟ قالت لي رمز لقوه حاكم مصر. قلت لها طب ماشي يا ست سوبك، اهو انا معاك للاخر، ايه بقى الاعمال اللي انت عملتيها؟ قالت لي بص يا مستر، اولا اسست العديد من المعابد، عملت معابد كتير. تاني حاجه كملت يعني الهرم بتاع ابويا اللي في منطقه هواره. تالت حاجه انشات هرما خاصا بالقرب من دهشور. دي الثلاث حاجات اللي الملكه سوبك نفرو عملتها، ودي كده اخر ملوك الاسره ال 12. تعال نشوف بقى ايه اسباب سقوط عصر الدوله الوسطى. احنا قلنا كل دوله بتسقط وهنعرف علاقتها ايه بالدول بقاره افريقيا. قال لي يا مستر اولا ضعف الملوك اللي جم من بعد ابن محات الثالث اللي هي كانت ملكه سوبك نفرو، كانت ضعيفه يا عيني. واثنين زياده الصراع بين حكام الاقاليم. فاكر لما قلت لك لما الملك بيبقى ضعيف حكام الاقاليم هم اللي بيحكموا البلد عشان الملك ضعيف، اللي هم عاملين زي المحافظين دلوقتي. فقال لي يا مستر دول السببين اللي ادوا الى سقوط عصر الدوله الوسطى، مما ادى الى تعرض البلاد للاطماع الخارجيه ووقوعها تحت سيطره الهكسوس. يا نهار ابيض، ايه الهكسوس؟ تعال نشوف بقى قصه الهكسوس ديت. عصر الاضمحلال الثاني، دخلنا في عصر الضعف يا مستر اللي هيبدا من الاسره ال 13 لحد الاسره ال 17. ماشي. الهكسوس لما جم بقى بلدنا للاسف عاملونا وحش، وعاملوا المصريين وحش، وهدموا المعابد ونهبوا الفلوس بتاعتنا. قال لي يا مستر تعرض البلاد لغزو الهكسوس. ومين هم الهكسوس اصلا؟ واحد يقول لي مستر مين هم الهكسوس؟ قلت له الهكسوس
هم مجموعة من القبائل التي جاءت من وسط آسيا. دول الهكسوس يا مستر. طب حلو، عملوا ايه بقى الهكسوس ولاد الذين دول؟ بلدنا لما كانت ضعيفة عملوا فينا ايه؟ أولا الاستيلاء على مدينة منفر. بيجي لك سؤال في دوت، في ناس كتير اتلخبطت فيه في امتحان الوحدة، أنا عارفكم. الاستيلاء بالقوة على مدينة منفر. طيب اللي هي العاصمة اللي الملك مين عملها؟ 2 تدمير المعابد. بص عملوا ايه ولاد الذين؟ دمروا المعابد بتاعتنا. 3 سلب يعني سرقة ممتلكات المصريين وفرض الضرائب عليهم. بص الهكسوس بيعملوا وحش جدا. قال لي بس يا مستر ده كمان جم عملوا عاصمة لهم اسمها أواريس. أواريس هي مين أواريس دي؟ قال لي في شرق الدلتا. لو رسمنا خريطة مصر، قال لي يا مستر هي في شرق الدلتا ايه؟ هي في الشرق هنا كده. عارف اللي هي فين دلوقتي؟ محافظة الشرقية. هاي شرقوة زيكم نورين. قال لي يا مستر استقر الهكسوس في شرق الدلتا واتخذوا من أواريس عاصمة لهم، وبذلك حكم الهكسوس الوجه البحري فقط. مستر مش مصر فيها الوجه البحري والقبلي؟ طب هم عملوا ايه مع القبلي؟ قال لي لا ده القبلي دول كانوا وطنيين، استكفى الهكسوس انهم ياخدوا منهم ضرائب فقط. بص كده، اما الوجه القبلي فكان يحكمه امراء وطنيون، اكتفى الهكسوس بقبول دفعهم للضرائب دون تدخل في شؤونهم. طب حلو ده، هنبدا حرب التحرير، حرب اللي عايزين نخرج الهكسوس من بلدنا. يلا بينا. كان عندنا الاسره ال17 اب وام وولدين. الاب اسمه سكننرع الثاني، والام اسمها اياح حطب، والابن الاكبر اسمه كاموس، والابن الاصغر اسمه احمس. انا عارفكم انتوا فاكرين كلمه احمس دي شتيمه يا ولاد ماشي، ده الملك احمس يلا ملك عظيم. طيب قال لي يا مستر كان عصر الاسره ال17 وعصر الانتفاضه ضد الهكسوس، ان احنا لازم نخرج الهكسوس دول بلدنا، يلا نخرج الهكسوس بره بلدنا، يلا رجاله ايوه يلا بينا. قال لي يا مستر ازاي؟ دلل، اثبت لي حيث عمل ملوك هذه الاسره. الاجابه اهي، على تنظيم امور ممتلكاتهم في طيبه وبس الروح الوطني وروح المقاومه لدى المصريين ضد الهكسوس. يلا رجاله يلا نطلع الهكسوس بره بلدنا، ايه احنا هنسيبهم ايه؟ احنا هفات ولا ايه؟ يلا رجاله وسع يلا هنطلع نطردهم دلوقتي. ماشي يا عم الحاج يلا بينا. فكان الملك سكننرع الثاني ده اول ملك اللي بدا الكفاح. مين اللي بدا النضال؟ مين اللي بدا الكفاح؟ الملك سكننرع الثاني بدا الكفاح وساندته زوجته سخنته. مراته اللي اسمها ايه حطب دي، انت عارف طبعا البنات بيسخنوا، ها يلا يا بنات. قال لي يا مستر ايه يا سكننرع، هو انت ملك على بلاش ولا ايه؟ انت ملك على الفاضي؟ ما لازم يلا يا عم روح خرج لنا الهكسوس دول من بره بلدنا، ولا انت ملك نص كوم ولا ايه؟ طبعا بقى سكننرع جاب السيف بتاعه، ايه لا انا راجل في ايه؟ طلع يا عيني سكننرع يحارب الهكسوس، وسع يلا هوبا اخد سيف اتقتل، ركن على جنب. بيلي هوي الوليه البومه دي. طب حلو، طبعا ايه حطب تسكت؟ لا، راحت على ابنها الكبير اسمه كاموس. الحق يا كاموس، الحق يا كاموس، ابوك اتقتل، انت مش راجل ولا ايه؟ روح هات حق ابوك، في ايه يا عم انت؟ طبعا كاموس بقى لا انا راجل، في ايه؟ وسع يلا ايه. بس كاموس بقى عمل شويه حاجات كده، عمل حاجتين. قال لي يا مستر كاموس الابن الاكبر بعد ما سكننرع اتقتل حمل لواء الكفاح بعد مقتل ابيه وقاد المصريين ضد الهكسوس. عمل ايه بقى؟ عمل تأمين حدود البلاد من الجنوبية، فقام بحملة مفاجئة على أرض كوش. دي أول حاجة عملها كاموس، عمل حملة مفاجئة على أرض كوش. فقلنا له خد يا كينج يا كاموس، أنت عملت الحملة دي بما تفسر، لماذا؟ ليه؟ قال لي بص يا مستر، لإجبار أميرهم على قطع الإمدادات التي تصل للهكسوس عن طريق النيل. بتوع كوش كانوا بيبعتوا للهكسوس إمدادات أكل وشرب وأسلحة، فإحنا عملنا حملة عليهم عشان ما يوصلوش الحاجات دي هناك. طب تاني حاجة، انطلق بجيشه نحو الشمال محققا انتصارات عليهم في مصر الوسطى حتى كانت تحت نفوذ الهكسوس، ولكنه قتل في التحرير. طلع عمل حملة على الكوش، قطع الامدادات. تاني حاجة راح قال لي كسب على في مصر الوسطى، وسع يلا وسع 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 وسع، خد سيف اتقتل مات. يا حطب تاني طلعت لمين بقى المرة دي؟ لأحمس. يا أحمس الحق يا أحمس، الحق يا أحمس، أبوك اتقتل سكننرع وأخوك كاموس اتقتل، الهكسوس قتل إخواتك أخوك وأبوك، هتقعد ساكت ولا إيه؟ هو أنت مش راجل ولا إيه؟ لا لا إيه إزاي؟ أنا راجل بس أنا ذكي.
هما الهكسوس دول كسبوا اخويا وابويا ازاي؟ عشان معاهم حاجه اسمها العجلات الحربيه، انا كمان هحاربهم بالعجلات الحربيه. وبالفعل الملك احمس قدر يضرب الهكسوس ويحاصرهم في العاصمه بتاعتهم اللي هي اواريس اللي في شرق الدلتا، ويطردهم بره مصر. راحوا فلسطين، يسيبهم؟ لا، طلع وراهم في فلسطين. خد يا مصر راح فين؟ خد يا مصر راح فين؟ خد انت فين يا مصر؟ راح وراهم في فلسطين وطردهم، رجعهم لوسط اسيا من تاني. هو ده احمس. مش انتوا فاكرينها شتيمه؟ ده كينج، يالا كينج يا. قال لي يا مستر الملك احمس الاول اكمل الكفاح وبدا والده سجن الرع واخوه كاموس، واتجه بجيشه نحو الشمال وحاصرهم في العاصمه بتاعتهم اواريس حتى دخلها وطردهم لفلسطين. يسيبهم؟ لا، تعقب الهكسوس الى فلسطين وحاربهم حتى قضى على خطرهم. يلا نمشي من هنا انت وياه، يلا نلعب بعيد لا رش ميه. طيب، وبعد ان حرر احمس مصر تماما من الهكسوس بدا بقى يعمل ايه؟ خلاص طلعنا الناس اللي محتلنا، نبدا بقى نبني بلدنا من تاني ونهتم ببلدنا من تاني. ولكن ده اللي هنعرفه في عصر الدوله الحديثه في الدرس التالي. تعال نشوف. قال لي يا مستر بعد ان احمس حرر البلاد من الهكسوس اعاد تنظيم البلاد واسس الدوله الحديثه. يبقى مين مؤسس الدوله الحديثه؟ الملك احمس. يا حطب، انت يا ست انت دورك ايه في الحرب ديت؟ عماله تسخني الناس ويروحوا يموتوا، ده انتوا ليه يا بومه؟ دورك كان ايه؟ قالت لها يا مستر ستوب، انا ليا دور كبير. قلت لها طب وريني كده. قالت لي اولا انا كنت بشجع ابني كاموس واحمس على الاستمرار في الكفاح ضد الهكسوس بعد مقتل ابيهم سكن الرع. وتاني حاجه كنت بتولى شؤون الحكم اثناء الحرب ضد الهكسوس نيابه عنهم الى حين عودتهم منتصرين. انا كنت بحمسهم ان هم يروحوا يطردوا الهكسوس، وفي نفس الوقت كنت بعمل ايه؟ بمسك الحكم عبال ما يرجعوا منتصرين. ما انت يا وليه يا بومه، الاب راح وما رجعش وكاموس راح وما رجعش، بس احمس الذكي راح ورجع وهو اللي مسك الحكم. ايوه، فعرفنا كده ملوك الاسره ال17 اللي طردوا الهكسوس من بلدنا بعد الاحتلال. هنعرف علاقه الدوله الوسطى بافريقيا. قال لي يا مستر اهتم المصريين القدماء بتامين الحدود الجنوبيه واقامه الحصون عند الجندل الاول حتى الجندل الثالث. طب حلو. حرص المصريين القدماء على اقامه علاقات تجاريه مع العديد من الحضارات زي حضاره كوش اللي تحت في السودان. عملنا معاهم علاقات تجاريه. عملناها ازاي؟ قال يا مستر دلل حيث تم تبادل الحلي والمجوهرات والعطور والمعادن والعاج والتوابل والزيوت مثل زيت الزيتون وزيت النخيل. طب حلو. تاني حاجة عملها المصريين أثناء عصر الدولة الوسطى مع أفريقيا، أقام المصريين القدماء مراكز ومحطات تجارية على طريق نهر النيل. يعني إيه بقى يا مستر؟ أنا عندي نهر النيل أهو، هنقول ده نهر النيل مثلا، وادي المية الزرقاء يا عم ولا تزعل نفسك أهو، نهر النيل أهو. وعندي هنا الصحراء الغربية. هل أنا من المنطق اعمل المخازن بتاعتي في الصحراء هنا ولا اعملها جنب نهر النيل هنا؟ اكيد هنعملها جنب نهر النيل هنا. فقال لي يا مستر الملوك بتوع عصر الدوله الوسطى عملوا ايه؟ اقاموا مراكز على طول نهر النيل في الجنوب. ليه؟ بما تفسر لتستخدم في تخزين وتوزيع السلع المستورده والمصدره. كلمه المستورده يعني اللي احنا بنشتريها، وكلمه المصدره يعني اللي احنا بنبيعها عشان نحفي نستخدمها في تخزين وتوزيع السلع المستورده والمصدره. اخر حاجه ارسال المصريين القدماء البعثات لاستخراج المعادن مما كان له اثرا في تبادل الثقافات. طب حلو. بيقول لك بقى الملك النمحات الاول عشان يبين اكتر ان كان لنا علاقات بافريقيا. قال ايه بقى الملك النمحات الاول للدلاله على عمق العلاقات؟ حيث اشار الملك النمحات الاول انه ابن لسيده من الجنوب وتحدث عن عظمتها، جنوب تحت في السودان واثيوبيا وكده. وبكده يا مستر يبقى خلصنا عصر الدوله الوسطى على خير. طبعا لو انت من الابطال اللي لسه موجودين لحد دلوقتي، عايز اقول لك يا بطل ان شاء الله ربنا يكرمك وتقفل الدراسات. وطبعا لو انت لسه موجود لحد دلوقتي عايزين نسمع رايك في الكومنت ونشوف رايك في الكومنتات. ولو نسيت تعمل لايك للفيديو اعمله، واشترك في القناه عشان هننزل لك دروس المنهج كله باذن الله. وفي الاخر اوعى تنسى انت وهي مع مستر سيد سليمان. كملوا انتوا بقى في الكومنتات. الدراسات في امان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام.